قولي المغرب احسن من فلسطين، فين كانت؟ ولا ما قلتيش المغرب احسن من فلسطين نديروا لكم فعلوا لك على طول. ولا قولي المغرب احسن من فلسطين. انت كسام حميدي تطيق ولا تضرب راسك مع الحيط، ما كنبررش انا، وباقي كنقول بنتي قالت لي خاصو يتقال. احكي لك جواب ما يعجبكيش، بالعكس احنا متطورين عنكم بكتير اشياء، مش هيعجبك ولا هيعجب الناس، تسالونيش سؤال مقارنه، كل واحد بالنسبه له بلده الافضل. واش انا قاعد في دار ابوك يا اخوي المغرب كتصرف عليا كتجيب لي الماكله لداري؟ مع احترامي لك لكن بنتك خاصها تدخل سوق راس، انت اللي خاصك تدخل. فعشان هيك تسالونيش هذا السؤال لانه سمعكم اجابه ما تعجبكوش. تقارنيش بين المغرب وفلسطين، كثير انا بشوف هاي الاسئله ما بحبش اجاوب عليها. طبيعي احكي عن بلدي يعني افضل، وهي مش طبيعي البلبال، ولكن حيت براني راه شي عارف وشي ما عارف. اخواني هذا راه فلسطيني كان في اللايف مع بنتو ناض بدات كدير مقارنه ما بين فلسطين والمغرب وكتسب وكتشتم في المغاربه. ناض هو قال لها كنتسناو يحل المشكل ويكون ضابط ايقاع وشي عارف يخرج باقل الاضرار. هو فرقع الرمانه وقال لهم ما سوقكمش وكل يعاود راسو بزعر. السلام عليكم. هذه خرجه والرد على الفلسطينيه اللي طولت على اسيادها المغاربه. لو عندك يا بنتي عزه نفس ارجعي لبلدك، وباش تطولي على المهاجرين المغاربه وتسميهم انهم متشردين، احنا عايشين بعزه نفس وما عايشينش باللجوء الانساني ولا باللجوء السياسي. الوالد ديالك ما عرفش يربيك، وحتى هو اصلا خرج في الخارجه ديالو، وحتى هو تيظهر انه ما مربيش. دابا لو كانت عندك عزه نفس ارجع لبلادك. الحمد لله الحمد لله. اليوم من بعد 13 سنه مضمون في 100 13 سنه من الفراق والعذاب، الحمد لله المسار في حضني، وان شاء الله يا بابا بعوضكم خير ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. يلا على السياره. احنا وين رايحين هناك؟ السياره مش هناك. المهم انا مش قادر احكي كثير ومش فاضي احكي كثير، اسمحوا لي. ان شاء الله احنا مع بعض. يلا سلام عليكم. كيف بدنا نحضر ونبوس؟ كيف العائله كملت يا كلمة الخير. شايفين عصابه صرنا. وفي لي اصلا الله معاش العلي. الله يسلمك. هذه هي العادات المغربيه الاصيله في استقبال الناس والحبايب.